عدى 5 شهور من ساعة ما قررت إن أنا أغير كل حاجة في حياتي في يوم من أيام شهر 12 2024. ولقيت إن كل حاجة بايظة. مع أنا كنت عارف إن كل حاجة بايظة، بس مكنتش عارف ازاي أصلحها. بدأت أبص لنفسي وأقول هو أنا مستني إيه عشان أصلحها. خدت القرار إن أنا هبدأ أحاول أرتب كل حاجة عشان لما أجي أبدأ السنة الجديدة تبدأ على نظافة. ففعلا عملت كده، والسنة الجديدة بدأت على نظافة. أي نعم حصل مشاكل في أول السنة، بس بعدها على طول سافرت. كان ده أول فيديو في الشانل. ففعلا رتبت كل حاجة وعملت فيديوز كده. اختفيت مصورتش حاجة تاني، يعني كل دول نزلوا على مراحل ان انا صورتهم كلهم في فترة ومصورتش تاني. قعدت مع نفسي رتبت كل حاجة وبدأت على طول بالبلان اللي انا كنت حاططها. مشيت كويس. اكيد لازم يكون في معوقات في الموضوع، بس مشيت كويس. كل حاجة كانت كويسة ووصلت لمستوى انا مكنتش عارف ان انا هوصله، او انا مكنتش حاطه في البلان. كنت حابب بس ان انا ابقى مبسوط، بس اكتشفت ان انا لأ، عملت حاجات تانية احسن من ان انا ابقى مبسوط. يعني بقيت مبسوط وفي حاجات تانية بعملها، فدي حاجة كويسة. فانا حبيت ان انا اتكلم عن التجربة اللي انا خدتها دي. اشرح انا عملت ايه، اشرح وصلت لايه، اشرح برضو موضوع مفيد ولا لا. هل الموضوع هو كده كده مفيد ان اي حد يغير من حياته ويغير من نفسه. لو حتى لو كان كويس بس يبقى كويس اكتر، دي حاجه كويسه. فانا خدت الخطوه. هي خطوه كانت صعبه، ان انت تغير كل حاجة انت متعود عليها، تبعد عن كل الناس، تغير كل حاجة انت، يعني تطلع من الكومفورت زون بتاعتك، تعمل كل ده. هي صعبة بالذات لو انت حياتك مستقرة، مش حياتك فيها مشاكل كتير. لا، انت حياتك مستقرة، فانت قررت تتغير عشان تعتمد على نفسك بقى حرفيا 100%. كل حاجة تبقى بتاعتك انت، واللي هو انت بتصحى من النوم انت شايف ان اليوم ده كله بتاعك، مش بتاع حد تاني. دي حاجة كويسة. حبيت برضه اخلي الفيديو ده لان انا مش حابب ان انا اخلي الشانل دي فيها مونتاج بقى وسكريبتد وحاجات وترانزيشنز وكده. لا، حابب ان الموضوع كله يبقى سو سيمبل، يبقى حاجة بسيطة توصل الفكرة. ارتجل احسن من ان انا اخطط واعمل واعمل واعمل. فانا كده مش هحس ان ده انا، هحس ان في بيرفكشنزم في الموضوع. اللي ما خليش حاجة مريحة، اللي يشوف الفيديو ده يحس ان هو قاعد مع واحد صاحبه، مش قاعد مع واحد بيتكلم ولابس جرافطة وكده. الموضوع انا مش حابب الكادر ده، بس انا حاسس ان هو بيجي منه. انا هحكي فهحكي. فالموضوع هيبقى برضه تجربة شخصية، فلازم احكيها. الموضوع كله بدأ ان انا لما بدأت، انا بتكلم بقى من زمان قوي. لما بدأت حياتي فكان عندي هوس معرفش انطقها. بيرفكشنزم ان انا لازم ابقى بيرفكت في كل حاجة. ولو انا مجبتش 100%، جبت 99%، يبقى انا مستاهلش 99% دي، يبقى انا مستاهلش اصلا. اقفل على نفسي، ازعل، تعب، خلاص. لما بدأت انمي موضوع الثقة في النفس شوية، الموضوع ظبط، مبقتش هحس بكده. بعد كده خلصت مدرسة، دخلت جامعة، لسه عندي هوس بالبرفكشنزم. كنت بقتل نفسي في الكلية. أنا فاكر كل يوم عدى عليا في الكلية مقدرش أنساه. هي حاجة كويسة، وأنا عرفت أنا ليه استفدت لما عملت كده دلوقتي. فأنا في فترة الكلية دي ورطت نفسي في مواضيع مكانتش مستاهلة إن أضيع وقتي عليها. وانا مكنتش فاهم ده وقتها، لان انا كنت برضه صغير. يعني دخلت كليه وانا عندي 17 سنه. فانا وقعت، والحمد لله انا وقعت مع الناس دي ان انا وقعت مع ناس وحشه، او ناس مش بقى ما قدرتش اللي عندي، ما قدرتنيش، ما احترمتنيش. فده خلاني لما قررت خلاص، اللي هو خلاص انا هبقى لنفسي بس. بدات اشوف الوحش اللي فيا قبل الحلو اللي فيا، وصلحت الوحش. وكان في حاجات فعلا حلوه فيا، هم قالوا لي ان هي وحشه. كان في ناس بتقول لي ان هي وحشه، وكان فعلا كسروا الحته دي فيا على مدار بقى الفترات بتاعه الكليه دي. لان انا زي ما قلت قبل كده، انا بدات اعيش اللي هو اعرف يعني ايه الدنيا. وانا اول ما دخلت الكليه، انا قبل كده كنت بذاكر بس. فبدات اقعد مع نفسي وخلاص بقى انا خلصت. حصل لي مشكله في اول السنه كمان، معلش هي دي المشكله اللي اتكلمت عليها في الاول. حصل لي مشكله في اول السنه. لازم ان انا عندي قرارين: يا اسيب الشركه واعيش من غير فلوس، اعيش عاطل لحد ما الاقي شغل تاني، يا افضل مكمل واستحمل واسافر، افضي كل اللي جوايا وارجع تاني. وفعلا عملت كده وسافرت. وانا مسافر بدات افضي واحده واحده. بدات قوي قوي يوم 24/1/2025 ان انا ابدا انفذ بجد. قبلها كان كله تخطيط. بدات انفذ فعلا ان انا اغير كل حاجه.
بدات ازاي؟ بدات ان انا افضي كل حاجه في دماغي الاول، اقعد مع نفسي افضي كل حاجه، وبقى عندي العزيمه ان انا افضي، مش بجبر نفسي ان انا افضي، لا انا بفضي فعلا. اول حاجه بجد لازم تعملها ان انت، احنا في 2025، احنا في فتره الموبايل مسيطر علينا، اللابتوب مسيطر علينا، الكمبيوتر مسيطر علينا، الحاجات دي مسيطر علينا، التلفزيون محدش بقى بيستعمله تقريبا. اول حاجه في ايدك دايما كل يوم هي الموبايل، فدايما موبايلك خليه منظم. معنى ايه؟ معنى اللوك سكرين تكون موتيفيشن ليك، تكون مثلا انت اول ما تفتحها مثلا مكتوب فيها مثلا آية قرآنية، مكتوب فيها مثلا يعني اللي هو روح الجيم، حاجة دايما بتموتيفيت يو. تاني حاجة الجاليري بتاعك هو واجهتك لدماغك، ان انت لما تحب تفتكر ذكرى او اي حاجة، او تحس انت عايز تأنب نفسك، بتخش على الجاليري تفتح الصور القديمة. انا بعمل ايه؟ انا بفتح الجاليري عندي، بمسح اي سكرين شوت ملهاش لازمه، في الاغلب بمسح كل السكرين شوتس اصلا، في الاخر بمسح اي فيديو ملوش لازمه، بمسح اي صوره ملهاش لازمه، صوره بايظه، صوره مهزوزه، صوره مش عارف ايه، الصوره ملهاش لازمه، ملهاش ذكر اصلا. تمام، فضيت مثلا كان عندي 10000 صوره بقى عندي 3000 صوره، باخد الصور كلها او الفيديوز كلها ايا كان، بنقلهم على هارد على البي سي عندي، واقفله، واقفل الكمبيوتر ما افتحوش. وانا عارف ان، وانا لما اجي افتح الكمبيوتر مثلا عشان استعمله، انا عارف ان الكمبيوتر ده فيه ذكريات انا مش عايز افتكرها، فخلاص ما بوصلهاش، ما بفكرش ان انا اخش عليها. الموضوع ده انا بعمله بقالي سنين، بينجح معايا دايما. تالت حاجه تعملها ان انت تخش تمسح اي تشات ليك على الواتساب، انستجرام، فيسبوك، ماسنجر، اي حاجه، تمسح اي شات لاي حد اذاك قبل كده. امشي بالتدريج، مش لازم تمسح الناس مره واحده، لا امشي بالتدريج عشان توصل لنتيجه بالتدريج، لان النتيجه لو جت بسرعه هتروح بسرعه. بمسح الشات، بمسح اي حاجه ليها ذكرى. الذكريات هي اللي بتخليك تكمل. انا شايف ان الذكريات مثلا لما انا مثلا بتمرن بفتكر مثلا انا كنت من 6 7 شهور كنت مثلا في حد قال لي كلمه مضايقتني ومش عارف ايه، فده بيخليني اتمرن اكتر، اللي هو لا انا مش كده، انا كده عارف ان انا مش كده، فده بيخليني اتمرن اكتر عشان اثبت لنفسي اكتر ان انا مش كده، مع ان انا مش كده. انت فاهم قصدي؟ اللي هو انت بتعاند مع نفسك برضه، فدي حاجه كويسه. بعد ما تمسح الشات والحاجات دي كلها، بتخش مثلا على الفيد بتاعك على انستجرام، فيسبوك، ايا كان، تمسح او تعمل برايفت او تحطها في الاركايف، اي حاجه بتفكرك بالموقف او بالفتره او بالحاجه انت مش عايز تفتكرها. دايما اعمل كده، لان انت برضه ده واجهتك. فانت ممكن تفتح اصلا انستجرام بتاعك، بتبص على حاجه فتلاقي صوره ليك انت، الصوره دي او المكان ده او ايا كان بتفكرني بفتره كذا، حتى لو الشخص اللي انت بتنساه او الفتره الناس اللي انت كنت معاهم وقتها مش موجودين في الصوره، بس دي فتره، الفتره اللي انت خدت فيها الصوره دي، انت لما تيجي تشوفها انت تفتكر الذكريات كلها الوحشه. الخامسه مثلا ان انت تبدا بقى تصفي انت عايز تسيب مين عندك وما تسيبش مين عندك. في ناس بتقول لا اشيله ليه؟ طب مش هتفرق، عادي خليه يتفرج عليا، مش لازم يتفرج عليك، ولو عايز يتفرج عليك هيخش وهيوصل لك وهيتفرج عليك. دي حاجه ثابته، لما انت تيجي تبعد عنهم او تبعد عن الناس اللي فعلا كانت بتضرك او بتزقك لورا، هم هيرجعوا تاني ومش هيحاولوا يكلموك، لا هم بس هيحاولوا يعرفوا انت وصلت فين. بدات اغير لبسي عشان الهدوم، او انا شايف كده برضو الهدوم بتحمل الذكريات، يعني بيبقى فيها ذكريات. اللي انت مثلا ممكن عندك كوتشي معين او شوز او بنطلون او اي حاجه، البنطلون ده مثلا تلبسته مع، انت فاكر مثلا انت اول ما جبته اول لبسه ليك كنت مع صحابك دول او مع الناس دي او في فتره كذا، فانت لما كل ما تيجي تلبسه انت هتبص عليه وتفتكر انا جبته في كذا 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 كذا، ده بيفكرني بكذا كذا كذا. فليه؟ اي هدوم بتحمل ذكريات عندك، ممكن مش هقول لك ارميها، مش هقول لك اديها لحد، لو انت فعلا مش محتاجها خلاص اديها لحد محتاج، ولو انت محتاجها شيلها فتره لحد ما تتعافى وكل حاجه تبقى كويسه، وبعد كده البسها تاني. بعد كده بدات اتمرن، وصلت لمستوى انا مكنتش احلم. انا بحلم بحاجه اعلى من كده طبعا، بكتير بكتير جدا، بحلم بحاجه يا رب اوصل لها. بدات اتمرن، بدات اغير المايند سيت بتاعتي، بدات طول الوقت اتفرج على بودكاست وحاجات موتيفيشن تفيدني ان انا ثواني. بعد ما بدات اتمرن بدات اركز قوي في الموضوع ده، اركز قوي قوي، كل حاجه اتغيرت. بعد كده بدات انظم اكلي كويس، لما نظمت اكلي حياتي اتحسنت اكتر. انا بقى مثلا، انا كل اللي انا شرحته ده، انا كل حاجه بتطلع 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 بتطلع، فانا كل ما اعمل حاجه بسيطه قوي بتطلع بتطلع بتطلع. فنظمت اكلي، بصحى مرتاح مبسوط قوي،
جسمي راضي عني. اهم حاجه بقى انا المفروض كنت احطها اول حاجه، بس انا مش مرتب عامه فتمام. اهم حاجه وبجد بجد بجد، لو انت ما بتعملش اللي ربنا طالبه منك ما تطلبش من ربنا حاجه. فانت دلوقتي طالب من ربنا ان انت تتغير وتبقى احسن وحياتك تبقى كويسه. فلو انت طلبت من ربنا كده وانت مش بتصلي، مش بتصوم، مش هقول لك مثلا صلي الخمس فروض في اليوم من الاول على طول. انا لحد دلوقتي هو بقالي سنتين بصلي كويس، بس في ايام بتفوتني. يعني امبارح انا صليت الظهر بس. امبارح اول امبارح صليت الفروض كلها. اول اليوم اللي قبله صليت مثلا 4 فروض. فاهم قصدي؟ عادي متقطع طبعا دي حاجه وحشه. بس اهم حاجه تصلي، تصوم، تقرا القران بس. مش هقول لك بقى تحج وتعمل عمرة وتتزكى والصدقة والكلام ده كله. الكلام ده كله موجود، بس انت ابدأ صلي الأول، وابدأ اقرا عن دينك أكتر، وابدأ صوم لو انت ما بتصومش. انا اكتشفت ان في ناس كتير قوي ما بتصومش وانا صدمت الموضوع ده. ابدأ اعمل الحاجات الأساسية، هو كله أساسي كده كده، بس اعمل الحاجات الأساسية اللي تقربك. بعدها انت تلقائي هتلاقي نفسك بتدور أكتر، وبتعرف ازاي تزكى، وبتعرف ازاي تصدق، وبتعرف الفرق بين الزكاة والصدقة، وبتعرف الفرق بين أركان الإسلام وأركان الإيمان ومش عارف ايه، وتعرف كل ده. تلاقي نفسك كل ده انت بتعمله لوحدك. النقطة دي انت لو نفذتها انت فعلا حياتك هتروح في حتة تانية خالص. هتبقى هادي بطريقة غبية. يعني لما بقت كده، في ناس يعني ربنا بعد عني فعلا الناس الوحشة، وقرب مني ناس كويسة جدا. انا عرفت السنة دي، ما عرفتش ناس كتير، بس الناس اللي انا عرفتها ما شاء الله تحفة. برضه انا اتعلمت حاجات برضه في الحياة، اللي هو ما تقربش قوي من الناس عشان مش كلنا كويسين، بس احنا بنظهر كويس بس فكده. فما بقتش اقرب من الناس قوي، بقيت بس اقرب اللي هو كده كده. انا لمست بس خلاص، انا خدت، انا بشوف الحلو بس وانت بتشوف الحلو بس فتمام. مش كل الناس زيك، مش كل الناس بتحاول مع نفسها، مش كل الناس بتروح البيت قبل ما تنام بتراجع نفسها عملت ايه وكده. مش كل الناس بتخاف من ربنا على فكرة. في ناس ما بتخافش من ربنا، في ناس ما بتخافش من حاجة. في ناس بتخاف من اهلها اكتر ما بيخافوا من ربنا. انا بتصدم وانا بشوف الحاجات دي. اهم حاجة ربنا عشان حياتك تتحسن. آه، انا حياتي اتغيرت حرفيا 180 درجه. هي بالنسبه اللي قبل كده هي 180، لكن انا شايفها هي اتغيرت 20 درجه بس. لان انا لسه حاطط هدف قدامي، حاطط تارجت قدامي ان انا اوصل لحاجه تانية خالص، حاجه اعلى من كده. بس دايما جزأ اهدافك. يعني عندك هدف كبير قوي، ده الهدف اللي هتوصل له بعد فتره. عندك بقى الستبس بتاعته، دي كلها اهداف. يعني مثلا ان انا ابدا اصلي وانتظم ومش عارف ايه، ان انا اتمرن ويبقى جسمي حلو، ان انا انظم اكلي ومش عارف ايه، ان انا ابقى برضه اهلي ومش عارف ايه لو انا مثلا بتخانق معاهم وكده، ان انا اشتغل في مكان كويس او احاول او مش عارف ايه واجمع فلوس ومش عارف ايه، ان انا ابسط نفسي واعيش ومش عارف ايه، وهكذا. بعد الصلاة بدأت ان انا اعيش احس بالحياة، احس ان انا بتنفس انا باخد نفسي، مش بتنفس بسرعة، انا مش بجري. خد الحياة ببطء، لان انت لو خدت الحياة بسرعة الحياة تجري منك ومش هتلاقي نفسك عملت حاجة. خد الحياة ببطء وعيش الرحلة، عيش الرحلة كلها بحلوها وبمرها. مش احنا الدنيا دي دار مشقة. انت مولود ومخلوق عشان تتعب، عشان ترتاح في الجنة، عشان تاخد الهدف الأكبر اللي كلنا بنطمح بيه، كلنا بنطمح فيه، كلنا نفسنا نخش أوي يا رب كلنا نبقى من ألف الفردوس. الدنيا دار مشقة عشان في الآخر تبقى في الحتة اللي أي حاجة خلقها ربنا نفسها تبقى فيها. بس لسه برضه مكمل في الخطة دي. وصلت لحتت حلوة بجد بجد، وصلت لنتائج حلوة. وانا مبسوط من نفسي جدا. بقى عندي ثقة في نفسي بطريقة غبية، ومش جاي عن فراغ زي في ناس كتير قوي ثقتهم في نفسهم عن فراغ. لا مش جاي عن فراغ، يعني فانا واثق في نفسي ان انا عندي سبب اوثق في نفسي. واي حد يتمنى ان هو يبقى يعمل كده، اللي هو اي حد يتمنى ان هو يبقى في المكان بتاعي دلوقتي. فانا مبسوط ان انا وصلت للمستوى ده. مبسوط ان انا بقيت ابص في المراية بقول انا فخور بيك.
بقول بجد انا فخور بيك. انا ممكن اتكلم عن نفسي عادي في المرايه، اللي هو الحبه بتوع الصبح دول انا ببص لنفسي اللي هو انا فخور بيك. انت عملت اللي انت فعلا كنت بتحلم ان انت تبقاه، عملته من غير ما يعني عرفت تعمله صح. طبعا ربنا هو اللي اراد، لان ربنا هو اللي بيهدي. انت تبقى فاكر ان انت، انا بدات اصلي واعمل 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 انا تعبت عشان اعمل كده، لا، ربنا اللي اراد ان انت تبقى كده، ربنا اللي عايزك تقرب له. مبسوط ان انت شفت الفيديو، او انتي شفت الفيديو، او كلكم شفتوا الفيديو. واتمنى ان احنا كلنا نبقى كويسين مبسوطين. آه كل حاجه تبقى كويسه في حياتنا، ربنا يهدينا كلنا، كل حاجه تبقى جميله. شكرا 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 شكرا. لو انت اتفرجت على الفيديو الاخر